عارفين الفندنج ماشين اللي المهندس محمد فاروق في شارك تانك بيقعد يوزعها على الناس؟ تعرفوا إنهم اخترعوها هنا في مصر في اسكندرية. مش بعيد كان في بروفيسور ومهندس سابق عصره اسمه هيرو الإسكندري. الراجل ده صمم أول فندنج ماشين في التاريخ كنموذج تعليمي للطلاب. يعني أول ما تحط العملة المعدنية من فوق ينزل المشروب بكمية معينة. باختصار، لما بتحط العملة المعدنية من فوق بتنزل في كفة، ووزن العملة دي بيميل الكفة لتحت، والدراع المرتبط بيها بيطلع لفوق، وده بيخليها تفتح الصمام اللي موجود فالمشروب ينزل. وبسبب زاوية الكفة فالعملة بتفضل تنزل لتحت لحد ما تقع، وبكده الكفة ترجع لفوق تاني وتقفل الصمام اللي موجود. كانت فكرة واختراع عظيم في وقتها، لكن ساعتها محدش اهتم بيها قوي، وكانت مجرد نموذج تعليمي للطلاب. ومحدش اهتم بالفكرة دي غير بعد مرور تقريبا 1800 سنة، لما طوروها وعملوا آلة لتوزيع الكتب سنة 1822. وبعد كده اتطورت أكتر واتعمل منها أشكال وأنواع مختلفة. النهاردة الفندنج ماشين بقت تجارة عالمية ومصدر دخل مهم جدا لأكبر الشركات اللي موجودة في العالم. بس شوف بدايتها كانت إزاي، ولما اتطورت وصلت لإيه.